السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي بنتكلم فيه دلوقتي ده بنتكلم فيه على اعتبار ان الواحد بيبقى ممكن يبقى عامل حساب ان هو بيصحى الصبح، بيعمل شوية حاجات كده في الروتين بتاعه اليومي، اللي هو بيبدأ يومه بان هو يصلي وان هو يقول اذكار، ان هو يقول الورد بتاعه في اليوم. بعد كده يبدأ ان هو بيتعلم حاجة، ان هو بيلعب رياضة، ان هو بيعمل حاجات عادات تحسن من يومه وموده واليوم بتاعه على مدار حياته. لكن لما الواحد يصحى متأخر وملحقش ان هو يعمل الحاجات دي كلها، فبيلاقي نفسه التايم اللي هو عامله في ان هو يحسن من جودة حياته الوقت ما بيسعفوش، فبيضطر ان هو بدل ما بياخد وقت طويل في الحاجة ان هو بيديها ساعة، فبيضطر ان هو يقلل لنص ساعة او يقلل ل20 دقيقة او 10 دقايق، على اعتبار ان هو ملتزم بان هو بيكمل في الخط بتاعه في الطريق بتاعه في العادات اللي هو متعود ان هو يعملها كل يوم. ما بينك انت بتتعلم تقرا، بتتعلم تكتب، بتتعلم اي حاجة لها علاقة بالاونلاين او بتشوف فيديوهات بتطور من ذكائك، بتطور من مخك، بتطور من طريقة البيع بتاعتك، كل الحاجات اللي انت متعود عليها. وبجانب ان النهاردة يوم 1 شهر 9، يوم 1/10، يوم 1/10/2025. يعني أنا تميت بالظبط شهر كامل الحمد لله. يعتبر إن أنا موقف عادة معينة في حياتي، والعادة دي هي شرب الشيشة. الحمد لله قدرت إن أنا أوقف شربها شهر كامل على مدار الشهر. لا بروح قهوة ولا بقعد في مكان له علاقة بالدخان بتاع الشيشة، ولا بفكر فيها خالص، ولا موجودة في خيالي. ليه اتحكمت في حاجة زي كده؟ ان انا احطها لحد اخر يوم في الشهر. بفضل ربنا قدرت ان انا احقق الهدف ده، وده بيبني عندي قاعدة ان انا الاهداف بالنسبة لي تبقى سهلة ومتيسرة ان انا اعرف امشي عليها خطوة خطوة. فده بيبدأ عندي ان انا على مدار السنة كلها اقدر ان انا احط هدف بالورقة والقلم وامشي عليه كل يوم، اخد خطوة كل يوم، انفذ خطوة. ده بيبني عندي حتة ان انا عندي ثقة زيادة في ان انا اعرف انفذ خطوات في الهدف واعمله وانفذه. ولكن انت عشان تبقى يومك كله بادئه لما تيجي تصحى متأخر ما تبقاش قافل نفسك من اليوم، او قافل، او اللي هو زهقان او مش هتلحق. لا، كمل بالظبط زي الGPS. لما بتبقى ماشي في طريق عكس للطريق او طريق اختلف، فالGPS مش بيقولك لا لازم تلف وترجع تاني عشان هو الطريق اللي انا همشيك منه ومش هينفع تغيره. لا، الGPS بيغير اتجاهه بناء على المكان اللي انت فيه دلوقتي، بناء على التوقيت اللي انت فيه والزمن اللي انت فيه، فبيغير اتجاهه كله. اقرب نقطة ايه تمشي من خلالها، اقرب اتجاه ايه تمشي من خلاله. فده المعنى انك انت صحيت متأخر ملحقتش تنفذ اهدافك على مدار اليوم او من بداية اليوم، فالوقت اللي قدامك على مدار اليوم اللي باقي 5 ساعات 4 ساعات قسمهم. بدل الهدف ما كان بياخد معاك ساعة او كنت انت حاسب له ساعة، احسب له 20 دقيقة، احسب له نص ساعة، اقل حاجة احسب له 10 دقايق. المهم انك انت ربيت في ذهنك انك انت ال4 5 حاجات عملتهم. وعشان كده حبيت ان انا اعرف في الفيديو ده انك انت اهدافك اللي انت ماشي عليها على مدار اليوم نفذها بالورقة والقلم زي ما انت ماشي. ولو جيت يوم متأخر او صحيت متأخر مش قادر، جسمك همدان وكده، قسم الهدف دي لوقت وقت صغير محدد واشتغل عليه لحد ما تخلصه. لكن ما توقفش خالص، ما توقفش وتقول لا انا هكمل بكرة او زهقت مش هينفع ومفيش وقت. لا، ارجع للقائمة بتاعتك وعدي الهدف اللي انت عامله في ساعة. خلاص انت الوقت مش هيسعفك ان انت تعمله في ساعة، قلله لنص ساعة بحيث ان الوقت اللي بعد منه ياخد نص ساعة، فانت في خلال الساعة عملت حاجتين. طب انت مش هتقدر تعمل الكلام ده ومش هتلحق، قلل الوقت على قد ما تقدر. ممكن في ساعة واحدة تبقى قسمت ال4 5 اهداف بتوع اليوم وخلصتهم وانجزتهم. المهم انك انت ملتزم بالحاجة لدرجة انك انت بتعمل حاجة قليلة قوي بس مش موقفها. انت اللي هو قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني الحاجة القليلة ومستمر فيها، فاستمر ما توقفش. انا الفيديو ده عشان استمراري في بناء العادة، عشان استمراري ان انا بقول الموقف اللي كان حاصل معايا النهاردة. صاحي متأخر وما قدرتش ان انا انجز اهدافي كلها، ولكن كملت يومي.
على اعتبار ان انا عندي قائمة اهداف لازم اشتغل عليها عشان فيما بعد يبقى الفيديو ده ذكرى، يبقى الفيديو ده تحفيز لحد كان لسه في المستوى ده وكان لسه بيبدأ وكان لسه بيشتغل على نفسه، فما يقفش، يكمل وان شاء الله ربنا بيكرم اللي بيفضل مجتهد على نفسه. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.